بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم. جبت لكم اليوم محبوبة الجماهير، جبت لكم محجوبة على طريقتي وتجي واش نقول لكم، تقعد لي شتت العشية ما توليش الاستيك. يعني وقت كانوا يديروها ماتنا وبزاف اللي مازالوا يديروها على هذيك الطريقة، كي تقعد هاك شويه تولي الاستيك. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. شوفوا هنايا عندي الدقيق، راهو قولوا 1 الكيلو، يعني المحجوبه ما نقيسوش الدقيق المبتدئات برك، هذا 1 الكيلو هكاك بالكاس 5 كيسان. كاس هذاك اللي نخدموا به دائما. بغرفه صغيره تاع قهوه صغيره هذيك خلاص نديروها ممسوحه خميره تاع الكسره، ومغرفه تاني ممسوحه، ولا ديروا نص مغرفه خميره تاع الكاطو، والخمير والملح ملحوه على حساب ذوقكم. السكر راني درت مغرفه كبيره السكر. ودركا هذا راهو الزيت نديرو تلت مغارف ولا 2 مغارف على حسب الكميه اللي درتوها. الدقيق راهو جبدتو هكاك من الساشي، ما هو الرقيق ما هو المتوسط. الدقيق عادي اللي نخبزو به الكسره والمطلوع. لازم يكون الدقيق نوعيه جيده في هادو المعجنات، لازم يكون الدقيق نوعيه جيده. زدت مغرفة تاع خل، لا زيدوا الخل من الأحسن. كيما قلت لكم الدقيق راهو نوعية جيدة. ديروا اللي فيه العلك، اللي شات يكون فيه حبات شوية كحل معليش ما يضروش. مهم يكون فيه العلك ولا لاستيك هذاك فيه. نبلبل الماء الدافي يعاوننا به تتعجن لنا ليه العجينه تاعنا، ما تعذبناش في العجين. اللي تحب دير بالدقيق الرطب ولا الدقاق ولا تقدر دير. واش هو الدقيق هذاك الرطب راه يجرى ليه لازم تكوني حذره معاه، ما تكتريلوش الماء بزاف، راح يجرى ويعذبك من بعد كي تعودي طيبي. لازم وحده يعني اللي تكون تعرف مليح العجين، تقدر دير بالدقيق الرطب. نبل العجينه تاعي هنا، مانيش نعجن، راني نبل برك فيها. نبلوها شويه طريه، ما نبلوهاش يابسه كي الحجره، نبلوها طريه شويه ونحطوها في ساشي. اللي راح تعجنها بيدها وتحب تعاون روحها، بلو جيبوا ساشي هكا كبيره شويه، بلوها بالماء سخون ولا مايل شويه السخونه، ماهوش بارد، الماء سخون. بلوها بالماء السخون، حطوا فيها لاباط نتاعكم. شوفوا لاباط نتاعي راهي طريه لهنايا. وحطوا العجينه تاعكم في وسط هذيك الكيس بلاستيكي. من بعد كي تجيو حين تعجنوها تلقاوها زاد طرات وتعاونكم. انا دوك نعجنها شويه بيدي، غطيوها هكا ونعتلكم برك وحنعجنها يعني في العجانه. مش حنكذب عليكم نقول لكم عجنتها بيدي. وتخليوها ترنخ على قد ما ترنخ ولا ترتاح راح تعاونكم. جبت البصله، جبت الثوم، جبت حبه طماطم، 2 حبات بصله ولا 3، وسنات نتاع الثوم على حسب قد ما تحبوا. كاين اللي ما يحبوش ذوق الثوم ما يديروش الثوم كيما يحبوا. ومغرفه طماطم مصبره، انا قصيتهم هكا كبار راني بعد حنرحيهم. اللي تعود مش حترحي تربيهم في العرب وتدبلهم. نديروا الملح، فلفل الكحل، فلفل حمار. انا هذه راهي السمن الحيواني، الشحمه ذوبتها، يعني تقدروا تطيبوا بها تلقاوها واجده كي تجيو تخدموا، تلقاوها واجده. كاين يعني ذوبتها. وفي قناتي الاولى حطيت الطريقه، بربي ان شاء الله نعاود لكم الطريقه في قناتي هذه. حطوا الكميه اللي تحبوا، قيس مغرفه بركه حتجي بنينه. شوفوا المغرفه هذه معمره مليح بالشحمه. واللي ما يحبش طعومه الشحمه كاينين، والله كاينين يديروها غير بالزيت. هي بصح مادامها اسمها المحجوبه احنا نسميوها كسرة الشحمه، لازم تكون فيها الشحمه. كاين بزاف الولايات يقولوا المحجوبه. حطيتها تتقلات وكنا نرجعها في لاكوكوط ونقفل عليها بهليه لي، خاطر مزروبه بهليه لي طيب لي كي نرحيها بعد تعاوني في الرحيان. بعد ما ركحت ولا ارتاحت لاباط نتاعي، جبتها نبدا ساع نعجن. شوفوا العجينه وباين بلي دوك تشوفوا تكون لاباط تحتيك ما تكونش ملساء العجينه. دوك تشوفوا دوك نعتلكم. نبقى نعجن هكا، ندي ونجيب العجينه تاع السمنيات نتاع المحاجب تاع التريده تاع الطاجين ولا الشواط. شافوا هنا باينه مش معجونه. ما نقطعوش لاباط، نبقاو هكا برك نديو ونجيبو هاد المعجنات ولا ورق البوراك تاني. هذه هي الطريقه تاع العجن، ما نقطعوش لاباط نتاعنا.
نبقى هكاك نعجن. شوفوا هنايا كيما قلت لكم انا كنت مزروبه، حطيت في لاكوكوط. شوفوا كميه قليله ودير لي الخير البركه. شوفوا كيفاه طابوا ليه دوك نرحيهم بالبغا ميكسور. كيما قلت لكم اللي تحب تربي انا كي نربيها تجيني شوي بمروره هكا البصله، نحبها بهذه الطريقه. وانتم كيما حبيتوا. اصلا هذه طريقه المحلات، يعني ديروا كميه قليله دير لكم الله يبارك الخير والبركه. شوفوا نرحيها كامله وهي هكاك سخونه، ولا لقيتوها مازال فيها شويه تاع هكا الماء ولا زيدوا رجعوها للنار حتى تنشف. كي نكملوا لاباط نتاعنا لازم كي نجيو نخدموا لازم تكون لافارس بردت. كون تكون لافارس تاعنا سخونه يريحها تقطع لنا لاباط. شوفوا العجانه الله يبارك يعني تسهل علينا. ان شاء الله ربي يلحق كل وحده ما عندهاش العجانه، ان شاء الله يا ربي يلحقكم ليها. بعدا كيعود العبد ما واش قادر والله تفك يعني ما نكذبوش على بعضانا. بعد ما عجنت لاباط نتاعي تبقاو هكاك تعجنوا وتزيدوا في الماء، تعجنوا وتزيدوا في الماء بالعقل حتى تولي لاباط نتاعكم كيما تشوفوا فيها. ندهن سطح العمل بشويه تاع زيت برك ما تلصقليش العجينه. نفرغوا العجينه تاعنا. شوفوا كيفاه الدقيق ما شاء الله، الله يبارك. انا خدمت بالدقيق كنزه، عندي بزاف ملي درت هاد يعني المحجوبه يبان لي بكنزه ربي يبارك راهو ما شاء الله. نديرو يدينا هكا بالزيت. انا نخدم في القرعه، نحطك في القرعه راهي بخاتيك على الكيف. ما يقطر لكم الزيت في الارض ما يخي. على بالنا كامل بلي نحطو فيه صحن هكا ونهزو ونديرو ونخدمو يسيح لنا الزيت يقطر ويضيع بزاف الزيت. ما لا خدمو هكا بالقرعه كيما طريقه المحلات. شوفوا الطريقه كيفاه تكعبروهم ولا تلوزوهم ولا مهم احنا نقولوا نلوزو. طريقه سهله المبتدئات. شوفوا ديروا هكا برك دخلوا لاباط هك بين يديكم وتقرصوا هكا بصوابعكم يخرجوا الحبات الله يبارك يخرجوا تقريبا قد بعضاهم. يعني اللي تعود مش حدير المشاريع والله اللي شات ما مش قد بعضاهم عادي. شوفوا الدقيق الله يبارك فيه الفقاعات هنا بلي راهو معجون. شوفوا كي نعودو نعجنو فيه بيدنا تسمعيه كيترشق. والله صدقوني تعودو تسمعوا في الدقيق هذا كيفاه يترشق. ندهن بلاطو ولا صنيوه ولا هكا مليح بالزيت. نحط العجينه تاعي ولا الكويرات نتاعي وندهنهم مليح ما يلصقوليش في بعضهم بالزيت. جات كميه يعني الله يبارك جات الخير والبركه. كملتهم كامل نغطيهم هكا هذا النيلون تاع السني برك ولا لي ساشي دوك اللي نشوف فيهم الخبز ولا غطيو. المهم غطيوها بكيس بلاستيكي باش باه ما تقشلفش. حنا نقولوا تقشلف باه ما ديلكمش هذيك القشره من فوق هذيك ولا لاكروت ولا وتزيد تطرى. خليوها ترتاح، لازم ترتاح لاباط لازمها ترتاح. انا شوفوا ارتاحت ما ارتحتش ليه كاين حبات حتى تنقبوا وعلى قد ما ترتاح تعطيكم الطوق تعودوا تحلوا في لاباط. يعني كي تنقب هكا ولا ما هيش ما فيهاش مشكل يعني هي رايحه يعني ما تبانش. شوفوا ونطبق هكا شوفوا حتى نكمل اللي كاينين هكا ديروا 3 4 ويبداو يطيبوا. انا نطيب طول ونقلب ونعس. الطاجين تاعي نار دليله خاطر هذا تاع الحديد ليه الحاجه طيب. والزيت كشتوني دايرته في القرعه ونصب هكا بشويه ونحرك منا بنتي تحرك تاني. ما كي نعود نصورها على بالكم ما يكونش العبد اليس كيما تعودي ما كيش تصوري لازم تزربي يعني نكون يدي وقت اكثر من كي تعودي ما كيش تصوري. نحلوا لاباط نضغطوا على الحواشي هي باينه تضغطوا على الحواشي وملي تضغطوا شوفوا لاباط كي تمشي وحدها الله يبارك يعود الدقيق مليح. وكاين اللي يزيدوا لها الفارينه انا ما نفضلش يعني غير لا كان عاد الدقيق ما نعرفوش ونشك فيه ما يكونش مليح نزيد لها شويه فارينه. بصح نفضلها هكا ودي فوا نزيد كي يعود كيما قلت لكم الدقيق نخاف منه ما فيهش العلك ولا نزيد شويه فارينه. كاين اللي يديروها بالفارينه برك كل واحد وذوقه. لهنا الحبات اللي حندير الهريسه فيهم كيما على بالكم يعني المحجوبه. شوفوا تلقايهم في دار وحده واحد يقول لك ديري لي لا فارس هذيك بزاف، واحد يقول لك ديري لي طريف برك، وواحد يقول لك طيبيهم بزاف، واحد يقول لك خليهم شويه بيض. ما شوفوا صدقوني انا ما ناش فيه بزاف بصح ما جيت نحفظ. اللي يحبهم طيبين بزاف اللي يحبهم مش طيبين اللي يحبهم مدهونين بزاف اللي يحب مدهونين هك ابان برك. كل واحد يحب الهريسه كل واحد يعني كيفاه يحب. وهذه هي الام لازمها تلبي يعني مالين الدار كامل يدللوا عليها. شوفوا هكا ونكسل لبرا خاطر الوسط كيما على بالكم
ما تكيتش عليه، تكيت غير على الحواشي ونجبد، يعني هي باينة يعني في الخدمة هي باينة كي تشوفوا هاكو تفهموا بلا ما نهضر. شوفوا نحطها طيب ونبقاو هكا نقلبوا ونبقاو نعسوا، ما نغفلوش عليها. طيب ليه شوفوا راني نعاود لكم. هنا تقدروا تحلوا فوق بابي كويسون، درتها مره ودرتها بالبابي كويسون وتهزوها بعد بهذاك البابي كويسون. المبتدئات اللي ما يعرفوش، كاين اللي تخاف حتى تهزها، كاينين يعني البنات الصغار المبتدئات، حليها ديري قصي هكا مستطيل قد الحبه اللي تحبيها وحطيه من تحت وقرصي، حلي هكا لاباط وطبقي قد هذاك المستطيل اللي قصيتي تاع بابي كويسون، ومن بعد تهزي به بعد وتبدي تقلبيها فوق الطاجين وتبقاي فرد بابي كويسون تبقاي تخدمي به حتى تكملي ماشي كل حبه ديري لها بابي كويسون. بابي كويسون تقصيه تخدمي به الحبات كامل، تحليه وتهزيه هكا بيديك، وكي تدي الطاجين تقلبي على الجهه ماشي اللي فيها البابي كويسون، الجهه اللي فيها الحبه تاع المحجوبه. شافوا هنايا كيما قلت لكم، واحد يحب لافارس بزاف، واحد يحب لافارس قليله، واحد يحب الهريسه. كل فرد في العائله وعنده يعني كيفاه ياكلها الكو تاعو هكا. ونضغط هكا شويه على الحواشي وشوفوا صدقوني ميم تقعد هكا تقعد العشيه. انا ندير من هاد لاغوسه تاني ندير بها حتى السمنيات، تقعد العشيه تبقى طريه، تبقى ماشي خيده. كنا وقت هكا كي نعودو نخليوها العشيه تعودي انتي تجبدي وهي تقول لاستيك هكا تطوط هكا، هذه تبقى طريه. من هدرنا لها هذاك الزيت هو اللي يخليها طريه، والخل باه يعطي على العلك، والسكر على هذيك الحموريه. شوفوا الله يبارك ما شاء الله، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، تخليوا لي في لي كومونتير كيما مالفين. ونشكركم كامل اللي تبعوا فيا، نقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.